بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على شابتر صغير جزء دكتور احمد جوده بعنوان القف. نتكلم على طول ازاي احنا ممكن نعالج القف. علاج القف متقسم الى 3 كاتيجوريز. الكاتيجوري الاولى بنسميها انتي توسيف، يعني مضادات الكحه. تاني عيله اسمها ميوكوليتيك، مذيبات البلغم اند اكسبكتورانت، طاردات البلغم، يعني اما ادوب يا اما اطرد. وعائلة البرونكو دايليتورز. نخلص من البرونكو دايليتورز على طول. بنقول البرونكو دايليتورز احنا عارفينهم: الثايوفلين، كلنا عارفين الثايوفلين. كمان عندي البيتا 2 اجونست سيلكتيف اللي هو سلباتامول او الالوبيترول، وتربيوتالين. مشكلة ان البيتا 2 سيلكتيف دول انهم بيفقدوا السيلكتيفيتي مع الهاي دوزز، فممكن يخش معايا في بعض السايد افكت زي الماسل فاسيكيوليشن، يعني يحس انه رجله مش شايلاه، ايده مش شايلاه، يحس انه هبطان، مش قادر يقف على رجله ويقف على نفسه كده. نخش بقى على النيوكوليتيك اكسبوكترانت والانتيتوسيف. الانتيتوسيف مضاد الكحه، منها ما هو سنترال، يعني بيشتغل على السي ان اس، بالتحديد على المظله اوبلينجاتا، بالتحديد على الكف سنتر اللي جوه المظله اوبلينجاتا. هيعمل لها ايه؟ هيعمل لها انهبيشن. اذا هو بيعمل انهبيشن للكف سنتر الموجود داخل المظله اوبلينجاتا اللي موجود جزء من السي ان اس، لذلك هو بيشتغل سنترال. او ممكن يكون بريفرال، وده بيروح يشتغل على الحنجره على طول، الفارنكس، يعمل عليها كوت، لا اكتر ولا اقل. تمام. عندي فارنكس بيكون ايريتانت ملتهب، اعمل عليه كوت عشان اهدي الالتهاب اللي هناك. الادويه اللي بتشتغل سنترال منها 2 جدول بيكونوا سكادجوال، اللي هم الكودايين او الكودين واخوه الفول كودين. اذا الكودايين والفول كودايين او الكودين والفول كودين. وفي 2 موجودين عادي اللي هو ديكسترو ميثروفان، موجود في ادويه الكحه كلها تقريبا. وعندي واحد اسمه النوس كابين. دول الادويه اللي بتشتغل سنترال. بيشتغلوا ازاي في الكاف سنتر؟ بيروحوا يمسكوا هناك في ريسبتور، اما المو ريسبتور بتاع الاوبويد لو احنا فاكرينه هو والكابا ريسبتورز، بيروحوا يمسكوا فيه فيعملوا انهبيشن لهذا السنترز. تمام. اذا ملخص الانتي توسيفز السنترال هي عباره عن اجونست للمو والكابا ريسبتورز الموجود في الكاف سنتر، اللي موجود في جزء من المظله اوبلينجاتا اللي هو جزء من السي ان اس. عندي 2 ادويه بتكون جدول وسكادجوال اللي هم الكودايين والفلوكودايين او الكودين والفلوكودين. وعندي الديكستروميثروفان والنوسكابين، دول لا عادي جدا موجودين عندي في الماركت. اللوكال اللي بيعملوا كوت على الاريتنت فارنكس هم عباره عن اما ان يكون مخدر موضعي لوكال انفيزيا، ودول بتعرفهم من كلمة كين، زي مين؟ زي الليدو كين او الليدو كاين، بنسميه الليدو كين او الليدو كاين، والتترا كين او تترا كاين. دول عبارة عن لوكال انستيزيا، مخدرات موضعية. ممكن يكون حاجات ملطفة ديمالسنت زي العرقسوس، ليكوريش، وممكن يكون زي العسل. في ناس لما يجي لها كحه يقول لك اشرب شويه عسل وابلعها بالراحه كده عشان ترطب وتلطف عندي الحنجره. دول الديمالسنت. في بقى حاجه اسمها هيوميديفاينج ايروسول، دي عباره عن بخاخات بتعمل رطوبه او ترطب، هيوميديفاينج للفارنكس. ده زي الكامفور اللي هو يوكاليبتول، المشتق من الكافور، من شجرة الكافور، يوكاليبتول. تمام. ده بالنسبة لي الانتي توسيفز. ملخص الانتي توسيفز: انا عندي منها ما هو سنترال ومنها ما هو بريفرال. البريفرال بيعمل كوت على الفارنكس، والسنترال بيعمل انهبيشن للكاف سنتر من خلال ستيميوليشن
للكابا والمو ريسبتورز. باقي الميوكوليتيك اند الاكسبوكترانت. كيف يحدث هذا الميوكوليتيك اند الاكسبوكترانت؟ اول حاجه، هذه الادويه بتروح تحفز الخلايا اللي بتطلع ميوكس، فيزيد عندي الميوكس. تمام. فلما يزيد عندي كميه الميوكس يزيد عندي الفيسكوستي بتاعه الميوكس. لما يلاقي الجسم ان انا عندي لا ميوكس كتير وفيسكوس ميوكس، يروح يحفز عندي السيلري سيلز فيزود الحركه بتاعتها. هذه الحركه تطرد البلغم فبنسميها اكسبكتورانت. اذا الفكره كلها في ميوكوليتيك انها بتزود الميوكس من خلال ستيميوليشن الميوكس بروديوسنج سيل، فيزيد عندي كميه الميوكس في الجسم، يلاقي فيه ميوكس كتير وفيسكس كتير، فيقوم محافظ عندي السيلري سيلز. هذه السيلري سيلز تزود الموفمنت بتاعتها، لما تتحرك فتقوم طارده عندي البلغم. ولذلك الشخص اللي بيستخدم هذه الادويه بتزيد عنده الكحه في الاول. ليه بتزيد الكحه؟ لان انا زاد عندي الميوكس، فبالتالي زاد عندي الاكسبكتوريشن بسبب زياده السيلري موفمنت، فلاقيه بيكح اكتر لكن البلغم عنده والميوكس بيخرج. يعني انا بفرز الميوكس واخرجه. لذلك الشخص اللي بياخدها دايما يشتكي من يقول لك انا الكحه زادت عندي. فاحنا بنفهمه ليه الكحه زادت. هي الفكره كلها عشان نطرد البلغم اللي عندك. طب ما هي هذه الادويه؟ في دراج اسمه ان اسيتايل سيستاين، في البرومو هيكسين واخوه الامبروكسول، في الجوافه. يقول لك دايما ايه اللي عنده كحه خد ورق جوافه فلان. ليه؟ لان تحتوي على ماده الجوافينيسين. تمام. في برودكت بيكون عباره عن صوديوم وبوتاسيوم ستريت، في برودكت يحتوي على بوتاسيوم ايودايد، في برودكت تحتوي على امونيوم كلورايد. كل دي عباره عن ميوكوليتيك اند اكسبوكتورانت. انا يهمني واكتر حاجه اتكلم عنها ان استايل سيستاين عشان اتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. اذا انا عندي ان استايل سيستاين، عندي البروموهيكسين واخوه الامبروكسول، عندي الجوافينيسين، عندي شويه عناصر زي الصوديوم والبوتاسيوم ستريت والبوتاسيوم ايودايد، عندي الامونيوم كلورايد. تعالى نتكلم على ان استايل سيستاين. دكتور جوده بيقول لك ان استايل سيستاين ده موجود عندي ب2 دوزز، اما 200 مللي جرام او ب 600 مللي جرام. 600 مللي جرام ده بيتاخد ممكن مره، ممكن مرتين في اليوم، وده اللي بيديني الميوكوليتيك والاكسبكتورانت افكت. لكن ال 200 مللي جرام لا يعطي ميوكوليتيك ولا اكسبكتورانت افكت، وانما هو عباره عن انتي اوكسيدنت، مضاد اكسده، يستخدم في حالات. طيب ايه الانتي اوكسيدنت او بيعمل ازاي؟ بيزود الجلوتاثيون. باختصار الجلوتاثيون عندي منه تو فورم، الاوكسيدايزد فورم اللي هو جي اس اس جي، والريديوسد فورم اللي هو جي اس اتش. جلوتاثيون الريديوسد والجلوتاثيون الاوكسيدايزد. الجلوتاثيون الريديوسد ده له انتي اوكسيدنت اكتيفيتي، يحمي against reactive oxygen species زي ال OH راديكال، زي ال H2O2 هيدروجين بروكسيد، against ال سوبر اوكسيد راديكال والحاجات دي. الحاجات دي اصلا لما بتروح بتعمل تيشو دامج، فممكن تعمل عندي ايجنج او تعمل دامج للتيشو، فممكن يحصل عندي ديزيزز. الفكره كلها ان عندي جلوتاثيون الريديوسد فورم ده بيحمي اجينست الرياكتيف اوكسجين سبيسيز، بيقضي عليها، فبالتالي ما بيحصلش عندي الدمج. وانا عندي الانسايسيستين بجرعه 200 مللي جرام له انتي اوكسيدنت اكتيفيتي، بيزود عندي الجلوتاثيون في الريديوسد فورم، عشان لو جالك في الامتحان الريديوسد ولا اوكسيدايزد فورم، هي الريديوسد فورم، ريديوسد جلوتاثيون، فيحمي اجينست الرياكتيف اوكسجين سبيسيز. كمان بيستخدم في الهيباتو توكسيستي، بالذات اجينست الاسيتومينوفين اللي هو الباراسيتامول توكسيستي، او احيانا بنرمزها باباب توكسيستي. ده الاسم العلمي، اختصار الاسم العلمي الاسيتومينوفين او الباراسيتامول. الاسيتومينوفين او الباراسيتامول كلنا عارفين ان الجرعه الماكسيمم بتاعته بتكون 4 جرام،
لما تزيد عن 4 جرام ممكن يحصل عندي هيباتوتوكسيستي بسبب زياده الناب كيو اي، الكلام هتاخده في التوكسو ما يهمنيش. انا كل اللي يهمني ان هذا الباراستامول ممكن يؤدي لهيباتوتوكسيستي. هذا الهيباتوتوكسيستي ممكن اعالجها بالان اسيتايلسيستين، بل ان الان اسيتايلسيستين هو الانتيدوت للهيباتوتوكسيستي اللي كوزد باي الباراستامول او الاسيتامينوفين. تمام. قال لك ان هذه ال 200 مللي جرام بتتاخد وانس ديلي. طيب ممكن اعمل ايه؟ قال لك ممكن اخد مع 200 مللي جرام الوانس ديلي دي فيتامين اي. فيتامين اي بجرعه 400 مللي جرام، معروف ان هذا الفيتامين از انتي اوكسيدانت، فانا ممكن استخدم الفيتامين اي مع الان اسيتايلسيستين بجرعه 200 والفيتامين اي بجرعه 400 كزياده في الانتي اوكسيدانت اكتيفيتي عشان تحمي من الهيباتوتوكسيستي، بالذات بقى لو كانت الحاله اكتف هيباتوتوكسيستي. الكومباينيشن ده هيكون فعال جدا. بكده نكون خلصنا محاضره القف. شكرا جزيلا.